أطيب طريقة لعمل معجنات السبانخ، طريقة مضمونة 100%، بتمنى تعجبكم. عجينة هشة مثل القطن. هلأ العجينة عندي إن شاء الله أنا هي بستخدمها لكل أنواع المعجنات، كتير لذيذة وما بتاخد أبدا وقت، ويعني خاصة إذا مستعجلين فيكم فورا تبلشوا فيها، مو ضروري إنكم تستنوها لتخمر. أول شي عندي حطيت معلقتين من السكر، هلأ رح أحط معلقتين من الخميرة الفورية. بعد ما حطيت معلقتين من الخميرة الفورية رح أحط عليهم كاستين من المي الدافية وأحركهم بسرعة لحد تفور عندي الخميرة. بعد ما حركتهم هلأ رح أحط عليهم معلقة صغيرة من الملح و5 كاسات طحين. طبعا الطحين منخول عندي، أهم شي إنه يكون عنده طحين منخول. أنا هون طحين منخول قبل بوقت. بحطهم بشكل تدريجي وبحرك، بحركهم هيك شوي. بعد رح أحط عليهم معلقتين كبار من الحليب البودرة، وآخر مكون عندي رح أحتاج لنص كاسة من زيت القلي، زيت المزلة. وهيك صارت عندي العجينة جاهزة، شايفين ما أحلاها. هلأ لبين ما أعمل حشوة السبانخ بس رح أتركها 10 دقايق، وإذا كانت عندكم جاهزة فيكم فورا تستخدموها بالعجين بدون ما تخمر ولا ثانية. طبعا بالوقت اللي رح أتركها فيه رح أخليها مغطاية. حشوة السبانخ هون حطيت لها نص كاسة زيت زيتون. هلأ رح أسقط عليهم حبتين كبار من البصل مقطع، يعني وسط، أنا قطعته مو ناعم كتير. بحركهم وبتركهم لحد ما يدبلوا. هون عندي كيلو سبانخ غسلته كتير منيح وقطعته كمان قطع مو ناعمة كتير، مثل هيك القطعة لازم تكون. هلا هون بلش يدبل عند البصل. هلا رح اسقط على السبانخ شوي شوي بالتدريج. هلا سقطت كل كمية السبانخ، رح اقلبهم شوي مع البصل قبل ما احط عليهم التوابل. رح احط معلقة ونص صغار من الملح، نص معلقة صغيرة من الكزبرة اليابسة، كمان رح احط نص معلقة صغيرة من الكمون البودرة، ورح احط معلقتين كبار من السماق، وعصير ليمونتين. الليمون والملح اختياري، بيرجع لكم قد ايه انتو حابين. رح احط نص كاسة من دبس الرمان، ما رح اكتر لانه انا كمان رح احط عندي رمان، نص كاسة رمان حب، كمان هي اختياري بترجع لكم. بقلبهم شوي، بتركهم دقيقتين على النار وبطفي الغاز. هون السبانخ انا صفيته، شوفوا قد ايه نزل منه مي، ضروري كتير انه تصفوه. هلا رح ابلش اشتغل فيه. رح اقطعهم بهي الطريقة، معلقة صغيرة من السبانخ ورح اسكرها بهي الطريقة. هيك صار عندي السبانخ جاهز. حطيته بالصينية ومسحت وجهه بمسحة خفيفة من زيت الزيتون، حطيت عليه سمسم طبعا اختياري. أنا هلأ اللي عندي الفرن محمى قبل ب10 دقايق على درجة حرارة 180. هلأ راح أحط فيه السبانخ، حشوي من تحت وفوق لحد ما ياخد لون عندي. لأنه الفرن حميته قبل بوقت أخد 3 دقايق من تحت ودقيقتين بس من فوق. هيك صار جاهز، شايفين ما أحلى اللون.